الناس تقريبا طالعه تختصر كارير صلاح مع ليفربول كله في الكوره دي امبارح في ماتش مارسيليا في دوري الابطال. انا مش طالع ادافع عن صلاح ولا طالع اقنعك ان صلاح لاعب اسطوره، لان ده اصلا ما ينفعش. انا ما ينفعش اطلع اقول لك اقتنع ان صلاح لاعب اسطوره، لان دي حاجه المفروض ان هي بديهيه. لكن امبارح الناس كلها عامله شير للفيديو ده، وانا مش عارف ازاي اصلا صلاح ابدا من اختبارات المقاولين و قبل اي حاجه. انا مش طالع اطبل لصلاح، انا واحد من الناس لو دخلت عملت بس سيرش بسيط كده في الاكونت عندي هتلاقيني اكتر بني ادم في الدنيا كان بينتقد الراجل ده. لكن على مستوى الكوره يا جماعه، الراجل ده في حته تانية، الراجل ده بعيد قوي، بعيد قوي عن اللي انتوا بتعملوه، بعيد قوي عن اللي الناس بتقوله عنه. لما تيجي تختصر لي كارير صلاح كله في كوره زي كوره ماتش مارسيليا امبارح ده، يبقى انت اكيد مغيب، او انت اكيد بتتفرج على كوره تانية. انت بتتكلم الراجل ده مساهم مع ليفربول في اكتر من 360 او 370 جول، بتتكلم على راجل هداف الدوري الانجليزي 4 مرات، بتتكلم كل ارقام صلاح موجوده عندك على النت تقدر تعرفها. فانا ما ينفعش اجي اقول لك ان الراجل ده اسطوره، ما ينفعش اجي اقول لك ان الراجل ده انت ما ينفعش تقلل منه. فده على مستوى الانديه. اما على مستوى المنتخب الحته دي انت ممكن تتفق معايا او تختلف، ودي حاجه هترجع لك. مش معنى ان انا كلاعب كوره ما عرفتش اتوفق ان انا اجيب بطوله كبيره مع المنتخب بتاعي ان انا مش اسطوره للمنتخب وللبلد دي. ممكن اديك امثله على كميه لعيبه انجليز ما قدرتش تحقق اي حاجه مع منتخب انجلترا. اوين والان شيرر الهداف التاريخي للبريمير ليج، وروني ولامبارد وجيرارد. ممكن اقعد اقول لك لعيبه من هنا لبكره، اساطير في انجلترا، والناس هناك بتعاملهم كاساطير وما عملوش اي حاجه لمنتخب انجلترا. بس هل هو ما كانش عايز يعمل ده؟ صلاح في المؤتمر الصحفي طلع قال لك لو 100 مليون مصري نفسهم ياخدوا البطوله دي انا نفسي اخدها اكتر منهم. ف... فمش منطقي التقليل اللي بيحصل ده. انت وصلت لكاس العالم 2018 برجل صلاح، كانت خطتنا عباره عن ايه مع كوبر؟ باصي لصلاح. وصلت الاثنين فاينل افريقيا مع كوبر ومع كيروش برجل صلاح، كانت برضو خطتنا عباره عن ايه؟ باصي لصلاح. فما ينفعش ان انت تختصر تاريخ الراجل كله في البطوله اللي فاتت. ما ينفعش تختصره في ضربه الجزاء اللي ضاعت قدام نيجيريا وتقول لي ده بيضحك بعد ما ضيعها. هو بيضحك عشان عارف اللي هيحصل فيه بعد ما ضيعها. ده رايي. تتفق تختلف دي حاجه ترجع لك 100%، بس ده اللي انا شايفه وده اللي انا بتكلم عنه. انا لا صاحب صلاح ولا يعرفني ولا يعرف ان في حد اسمه احمد خالد عايش على كوكب الارض اصلا طالع بيعمل فيديو عنه، ولا عايز اسافر معاه اليونان. فده رايي واللي انا شايفه، وبدون اي تحيز لاي طرف. انت شايف حاجه غير كده دي حاجه ترجع لك وانت حر في رايك. سلام عليكم.